اهلا بيكم حبايبي الحلوين محبين قناه فيفي السهل للطبخ. برحب بيكم على قناتي المتواضعه اللي ان شاء الله هتكبر بيكم. يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم دايما اطباق جميله ومفيده وصحيه وفي نفس الوقت تكون بسيطه وما بتاخدش مننا وقت كتير. احنا النهارده هنعمل مع بعض طبق شوربه عدس. طبعا طبق جميل جدا وعناصر الغذائيه بتاعته جميله جدا. طبعا احنا عارفين ان العدس ما شاء الله فيه نسبة بروتين عالية، فاحنا النهاردة هنعمل طبق جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. تعالوا معانا عشان ما اطولش عليكم، هنشوف المكونات على طول. انا معايا كوباية عدس غسلها، ومعانا بصلتين 2 صغيرين، طبعا ممكن تحطوا بصلاية كبيرة مفيش مشكلة. معايا 4 فصوص توم، مكعبين مرقة دجاج، طماطميتين 2 متقطعين، وجزرتين برضو متقطعين، و4 معالق شعرية. طبعا دي اختياري، اللي بيحبوا بالشعرية او بيحبوا شوربة. ومعانا التوابل بتاعتنا، معانا معلقة كبيرة كركم. طبعا الكركم بيديله طعم ولون جميل جدا، وده سر من اسرار النجاح بتاعة العدس، ان هو تشوفيه كده تلاقيه طبق ما شاء الله يفتح النفس. ومعانا معلقة كبيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة جنزبيل، والملح حسب طبعا الذوق، دي حاجه ترجع لحضراتكم، بس احنا هنراعي ان احنا معانا مكعبين مرقه دجاج، فهندوق وهنشوف لو عوزنا ملح هنحط ايه على حسب الحاجه. ومعانا 3 فصوص مستكه، وده برضو اختياري للي بيحبها، انا عن نفسي بحبها في كل الاكلات، فمش هطول على حضراتكم. احنا هنحط كل الكلام ده على بعضه. طبعا انا مقطعه الطماطم ومقطعه البصل، دي حاجات اختياري، اللي عاوز قطعوها يعني عشوائي مفيش مشكله، لو عايزين تخلوها بحالها، بس انا بقطعها كده تمام. هنجيب بقى مع بعض حله، بسم الله. هنحط كل المكونات دي على بعضها، هنحط كله على بعضه في الحله اهو، يا رب يكون واضح، ثواني اهو. تمام. طبعا الشعريه احنا هنخليها في الاخر لان احنا هنحطها متحمره تمام. هنحط البصل وهنفضي العدس. انا هفضي كل المكونات. طبعا العدس احنا اتفقنا ان احنا كنا غاسلينه، فطبعا عشان كده مسك في بعضه. هفضي كل المكونات على بعضها في الحله. بصوا بقى يا حبايبي، انا كده فضيت كل المكونات اللي معايا في الحله اهي على بعضها، الجزر والطماطم والبصل والثوم والعدس والتوابل اللي معانا كلها، انا حطيت كله على بعضه. وهنزودها ميه، طبعا عايزين تحطوا ميه سخنه ميه بارده اللي يريحكم. انا هزوده الميه اهو. يا رب كده ان شاء الله يكون واضح مع حضراتكم. طبعا احنا مش هنحط ميه كتير قوي عشان ما تبقاش شوربه خفيفه، احنا عايزينها شوربه الى حد ما تكون معانا متماسكه كويسه، ما تكونش خفيفه وفي نفس الوقت ما تكونش تقيله تمام اهو كده. ما شاء الله الحله عندي جاهزه اهي، هولع عليها على البوتاجاز لحد ما كل اللي معايا ده يستوي. بصوا حبايبي، احنا ولعنا عليه على البوتاجاز، بصوا اللون بتاعه ما شاء الله بقى جميل ازاي من قبل ما يغلي. انا لسه مولعه عليه دلوقتي وما بدأش حتى في الغلوان، بس بصوا لونه ما شاء الله، الكركم والبابريكا بيدوله لون وطعم جميل جدا. انا بقى هسيبه لحد ما هيستوي وهرجع ان شاء الله لحضراتكم تاني. بصوا حبايبي، انا هنا عندي العدس بتاعي ما شاء الله استوى اهو، بصوا اللون، بصوا الجمال ما شاء الله، ريحته جميله جدا. انا كده عندي خلاص استوى، هطفي عليه وهسيبه بس يهدى شويه وهضربه بالهاند بلندر. بصوا حبايبي، انا هضرب العدس اهو بس عشان الصوت بالهاند بلندر، ممكن تضربوه في شفشق الخلاط زي ما تحبوا، انا بس هضربه وهرجع لكم تاني عشان الصوت. بصوا حبايبي، انا ضربت العدس اهو، بصوا ما شاء الله ريحته جميله جدا جدا جدا. انا بقى هركنه كده على جنب وهسيبه شويه، هركنه كده جنبي وهعمل الشعريه معايا. انا هنا هجهزت كسرولة هحمر فيها، ممكن تعملوا في اي حاجه. انا حطيت زبده على زيت عشان الزبده لوحدها بتتحرق، فانا حطيت زبده على شويه زيت، هولع عليها. اول ما هتفك معايا السمنه هنزل عليها ان شاء الله بالشعريه. السمنه عندي فكت اهي يا حبايبي، هنزل عليها بالشعريه ماشي.
انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، انا هحمر الشعريه بقى في الزبده والزيت وهرجع لحضراتكم تاني. وانا بحط زبده يا جماعه مش سمنه، لان السمنه ما بتبقاش حلوه قوي في العدس. الزبده بتديله طعم وريحه جميله جدا، فاحنا هنعمله بالزبده على زيت. تمام. هحمر الشعريه وهرجع لحضراتكم ان شاء الله. بصوا حبايبي، انا حمرت الشعريه اهي وخدت اللون الذهبي. بصوا ما شاء الله بقت جميله. انا كده هطفي عليها اهي. هنزل بيها بقى ان شاء الله كده على العدس كده. بصوا انا بقى كده هولع عليه على النار، هخليه يغلي كمان من 10 دقايق، ممكن 10 دقايق كفايه جدا عشان الشعريه، وهطفي عليه وهوريه لحضراتكم بعد ما يخلص. حبايبي ده شكل العدس بتاعنا. طبعا احنا مش هنقول عليه عدس، يعني حرام بصراحه ان انا اقول عليه عدس. بصراحه تحفه جدا، طعمه جميل جدا وريحته جميله جدا جدا، وان شاء الله تجربوه. انا قدمته مع عيش محمص، حمصت عيش في الفرن ومقدماه مع زيتون برضو انا عاملاه في البيت. وده انا حاطه للتزيين، واحد حاطه عليه شويه بابريكا والتاني حاطه عليه شويه بقدونس مجفف. اتمنى ان شاء الله تجربوه، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للقناه وتدعوا لي دعوه من قلبكم. بشكركم جدا، والى اللقاء في فيديو تاني جديد ومميز مع فيفي ازاي للطبخ.